عباد الله، ما نرى من تفشي الجريمة في المجتمعات ولا سيما القتل يدل على ضعف الإيمان وكثرة الفتن والتعلق بالدنيا، وما لحق الناس من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة. فعلى المسلمين أن يتقوا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل الساعة يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهي بعنوان القول الفصل في حكم القتل، وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن هذا الدين الذي امتن الله عز وجل علينا به فيه المصالح الدينية والدنيوية والأخروية بما لا يوجد في غيره. ومما اشتهر وعلم أن هذا الدين جاء لحفظ الضروريات الخمس للإنسان. الأولى العقل، ولهذا حرم الخمر والمخدرات وما في بابهما من المنشطات والمفترات. وبحفظ العرض، ولهذا حرم الزنا والقذف والغيبة والبهت وما في بابه. ولحفظ المال، ولهذا حرم السرقة والاغتصاب والنهبة والغش وما في أبوابهما. وهكذا جاء لحفظ النفس، ولهذا حرم القتل وحرم الاعتداء والجراحات، بل حرم الإشارة بالسلاح إلى المسلم. وجاء بحفظ الدين، ولهذا حرم الردة والشرك والكفر إلى غير ذلك. فهو دين عظيم به تتحقق المصالح الحالية والمآلية، فما على العبد إلا أن يكون عبدا لله عز وجل كما شرع. عباد الله، إن الدول
والحكومات ومن يريد الإصلاح زعم قد اجتمعوا في المؤتمرات ووضعوا من القوانين ما يخففون به الجريمة، ولكنهم عجزوا، فإننا نرى الجريمة تنتشر يوما بعد يوم، فصار القتل في كل قرية وحاضرة وفي كل بلد ومصر، والله المستعان. وربما كان على أدنى من الدون مما لا يستحق أن يصل الأمر فيه إلى إزهاق النفس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. عباد الله، إنك إن قتلت نفسك أو قتلت غيرك فأنت متوعد بهذا الوعيد العظيم وبهذا الخزي الشديد العظيم. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وعيد عظيم لمن يتعاطى إزهاق النفس المحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة آخذ بيد قاتله تشرب أوداجه دما يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول الله عز وجل له: لماذا قتلته؟ قال: يا رب قتلته لتكون العزة لفلان. قال: فإنها ليست لفلان، ثم يلقى في النار. عباد الله، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الشرك، ورجل قتل رجلا بغير ذنب أو بغير جريمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القتل شأنه عظيم، سواء قتل الإنسان لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه، فإذا أصاب دما حراما بلح أي ضيق عليه وقد لا تتيسر له التوبة. نعم عباد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن لا يحيل بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. ونظر عبد الله بن عمر إلى الكعبة
فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم عند الله حرمة منك، أو كما قال رضي الله عنه. وقال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. في آيات كثيرات يعمد أحدهم إلى مسلم من المسلمين وإلى مستضعف من المستضعفين، وربما إلى عابر سبيل، فيباشره بالقتل وإزهاق النفس. إنه ذنب عظيم وجرم جسيم لا يقبل الله عز وجل فيه كفارة لمتعمده إلا أن تزهق نفسه كما أزهق نفس غيره. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلا القصاص سبب للحياة، وإقامة الحدود سبب للسلامة من الجريمة. عباد الله، ما نرى من تفشي الجريمة في المجتمعات ولا سيما القتل يدل على ضعف الإيمان وكثرة الفتن والتعلق بالدنيا، وما لحق الناس من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلمين أن يتقوا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل الساعة يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا هو الحاصل. ربما كان الرجل في سيارته بليلة مظلمة يقطع الفيافي ليصل إلى أهله، فيتعرض له المجرمون فيباشرونه بالقاتل. وربما كان الرجل في مطعمه أو سيارته أو مكانه يعمل لإعفاف نفسه، فيأتي المجرم ويباشره بالقتل. وربما كان الرجل في مأمن من شأنه وإذا به يبادر بالقتل. نعوذ بالله من ضيق الصدور، ونعوذ بالله من التجرع على حرمات الله، والله المستعان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه. أما بعد، فإن المجتمع بعقاله ومشائخه والدولة بمسؤوليها لهم دور في فشو هذه الجريمة، إن لم يتداركوا أنفسهم بتوبة إلى الله عز وجل وإقامة الحدود وزجر الظلمة وعدم التعاون معهم والأخذ على أيديهم بإقامة شرع الله عز وجل فيهم. فإن الله عز وجل كما سمعتم أخبر أن في القصاص حياة، فهل أخذنا بشرع الله؟ لا سيما في أصحاب قتل الغيلة، فإن هذا القاتل لا يجوز أن يعفى عنه. رجل قتل رجلا بغير ذنب أو جريرة، أو اعترضه في طريق، أو خانه وخدعه، فمثل هذا لا يجوز أن يعفى عنه. أو كان القاتل ممن استجرأ على سفك الدماء، فمثل هذا لا يعفى عنه، لأن الله عز وجل يقول: ومن عفا وأصلح. أما إذا كان العفو يجر إلى مزيد من القتل وإلى مزيد من سفك الدماء، فلا أعظم من حكم الله، وهو إقامة القصاص على هذا العضو الفاسد الذي يسعى في إزهاق أنفس الآخرين. ومن ذلك
عدم التحاكم إلى شرع الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا لم يجد من ينصفه لضعف إيمانه ولضعف عقله ولقلة نظره ربما بادر إلى القتل يؤزه إليه الشيطان، وإذا قتل ارتفع عنه الشيطان وإذا به يتحسر ويتندم. ومن ذلك فشو الأسلحة في أيدي الناس، فإن هذا يؤدي إلى القتل ويؤدي إلى الفساد العريض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يردها، وإن كان أخوه لأبيه وأمه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، أي قد أخرج من قمده. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس السلاح في يوم العيد وفي الحرم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بالسلاح في الأسواق لما يجر إليه من هذا البلاء. فالقتل قد صار في كثير من البلدان، وها هو بدأ يدب في بلاد المهرة التي كانت من أبعد البلاد عن هذه العادة الشنيعة والفعل القبيحة. بدأ يستشري في مدينة الغيضة بين الحين والآخر: اسمع قتل فلان، على ماذا؟ تضارب هو وفلان. وقتل فلان في الطريق، على ماذا؟ لا ندري. فيا أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة ويا أهل الكلمة، تدارسوا الأمر فيما بينكم وازجروا المجرمين عن أفعالهم واسعوا لتطبيق شرع الله وكتابه في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإلا فإن الشر يستطير ويكثر، والباطل قد يجد له من يروج له، لا سيما مع ضعف الإيمان وضعف الاستقامة. أسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين الشرور، وأن يبور مكر الماكرين، وأن يسلم عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.